والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك مر معنا في الأمس درس الأمس مسألة الإسراء والمعراج. قال المؤلف: وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. قلنا أن الإسراء والمعراج كان في السنة كم؟ في عام 12 من البعثة، 52 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف: وبعد 50 وعام تالي. بعد 50 وعام أي سنة ثانية بعدها، أي بعد عام 51 وهو العام 52 أسري به والصلوات فرضت. أين فرضت الصلوات الخمس والنبي صلى الله عليه وسلم أين؟ فرضت على النبي وهو فوق السماء السابعة، وهذا دليل على عظيم الصلاة، فما فرض شيء على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج إلا الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا، يعني وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر. سيأتي معنا من طيبة فبايعوا. البيعة هي المعاقدة والمعاهدة على السمع والطاعة. والبيعة الأولى أي أنها لم تسبقها بيعة مع 12، أي 12 رجل من الأنصار من أهل طيبة كما قد ذكر، 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. يعني ذكر أهل السير أن في موسم الحج في السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من يعني المدينة، من شباب المدينة، كلهم من الخزرج. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم آيات من القرآن فأسلموا وعادوا إلى قومهم منذرين. وفي موسم العام 12 من البعثة، موسم الحج في العام 12 من البعثة، قدم 5 من أولئك 6 و7 معهم، تخلف من 6 رجل وزادوا 7، فكان العدد 12 رجلا
فكانت بيعة العقبة الأولى. سمي بيعة العقبة لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مرتفع بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، فحصلت البيعة على أمور يعني ألا يشركوا بالله شيئا، كما جاء ولا يسرقوا ولا يزنوا، كما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت في من حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، أي التي ذكرت في صورة، يعني التي ذكرت بيعتهن في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. على بيعة النساء أي بيعة التي ذكرت في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم مبايعته للنساء: يا نبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال: على بيعة النساء. قال: وذلك قبل أن تفترض الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزري ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا، وإن غشيتم أي عملتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. معنى قوله على بيعة النساء أي أن على وفق بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فيعني وهذا يعني لم يذكر في القتال. قال: وذلك قبل أن تفترض الحرب، أنه لم يكن في ذلك الوقت شرع الجهاد للمؤمنين، إنما شرع الجهاد في المدينة ومكة. الله عز وجل يعني أمرهم بكف أيديهم ولا يقاتلوا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في مكة. ولم يشرع الجهاد إلا عندما كانوا في المدينة، بقول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، أي أذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم، ثم بعد ذلك أمروا يعني مهاجمة الكفار. هذه هي البيعة الأولى، وكانت مع 12 من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي ومعاذ بن الحارث بن عفراء وذكوان ابن عبد قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس ابن عبادة بن نضل، ويعني يعني كانوا 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنين من الأوس، وهما أبو الهيثم ابن التيهان وعويم ابن ساعدة من بني عمرو بن عوف. هذه البيعة العقبة الأولى كانت في العام 12 من البعثة، أو في العام في العام 12 من البعثة، في العام 12 من البعثة. وبعد ذلك عادوا، كان في موسم الحج، ثم في العام 13 من البعثة في موسم الحج جاءوا. قال: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. وبعد 52 أتى
70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا، وبعد 2 أي بعد عام 52 أي عام 53 عام 53 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي 13 من البعثة في موسم الحج. جاء يعني 70 من أهل طيبة من المدينة. فكانت عقبة البيعة الأولى مع 12، فلما رجعوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم سفير، وهو أول سفير في الإسلام، وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم ليعلمهم يعني الإسلام وينشر دين الإسلام في المدينة، فقام بذلك خير قيام. فلما يعني وانتشر الإسلام في المدينة سريعا، انتشر الإسلام في المدينة سريعا، فقد قبلوا بالإسلام، أسلم أكثر يعني الأنصار من الأوس والخزرج، دخل الإسلام إلى بيوتهم. قد أسلم أيضا سيد الأنصار، أي سيد الأوس وسيد الخزرج، وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهم. سعد بن معاذ وأسيد ابن حضير فأسلم. وقصة إسلامهما رضي الله عنهما أن كما ذكر يعني ابن إسحاق رضي الله عنه أن سعد بن زرارة خرج بمصعب ابن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني يعني ظفرة. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه من بني عبد الأشهل، وهو ابن خالة أسعد ابن زرارة. فدخل يعني حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط، أي أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير رضي الله عنهما. واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فاسجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن سعد ابن زرارة مني حيث قد علمت، أي أنه ابن خالته، حيث قد علمت كفيتك ذاك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته وذهب إليهم وجاء وشتمهما سبهما، فقال له مصعب ابن عمير رضي الله عنه: ألا جلست فتسمع منا؟ فإن أعجبك أخذت منا، وإن كرهت تركنا يعني هذا المجلس. فجلس يعني أسيد بن حضير، فتلا مصعب بن عمير رضي الله عنه عليه آيات من القرآن وشرح له الإسلام، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. ورجع إلى يعني سعد بن معاذ، فلما رأى سعد بن معاذ قال: والله إن بمعنى كلامي أن أسيد قد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فجاء أسيد فقال له: سمعت أن بني حارثة يريد أن يقتلوا ابن خالتك،
ذهبوا ليقتلوه، وهو ما حصل هذا، لكن يريد أسيد من سعد أن يذهب إليهم ويسمع منهم، فغضب قال يعني يقتلوا في داري. ذهب إليهم، فلما رآهم أنهم ما ليسوا بخائفين، علم أن هذه مكيدة من أسيد بن حضير ليسمع، فذهب إليهم وشتمهم، فقالوا له اجلس استمع منا. فحصل مثل قرأ عليه مصعب بن عمير آيات من القرآن، دخل بعد ذلك في الإسلام، ثم انتشر الإسلام في بيوت الأوس والخزرج، الأنصار، ما يسموه بالأنصار. ثم بعد ذلك ذهب منهم 70 رجلا، وقيل 72، قيل 73 وامرأتين، وقيل 73 وامرأتين. في موسم الحج الثالث عشر من البعثة، فواعد النبي صلى الله عليه وسلم في شعب العقبة، وهي بيعة العقبة الثانية، فاجتمع وتبايعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني، أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم، أي تدافعون عني كما تدافعون عن أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم، ولكم الجنة. فقام، هذا رواه جابر بن عبد الله قال فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، فقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم. أسعد بن زرارة أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنا لم نأتي نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم. إذا أخرجناه من مكة نقاطع العرب، لأن العرب مشركون ذلك الوقت، أكثرهم، فإذا أخرجنا معنى أن قاطعناهم، أن سوف ننصره، وهم يريدون أن يقتلوه. وكذلك قال وقتل خياركم، سيموت أفضلكم، لأنهم هم الذين سيدافعون عنه، وإذا حصل قتال سيموت، لابد أن هناك من سيموت. قال وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، تصبرون الحرب، قتال خياركم، إذا بايعتوا على أنه إذا هاجر إليكم تمنعوه، إما أنكم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. تخافون أنكم تخفروا ولا تفوا بالعهد، فأبقوه في مكة ولا تدعوه يهاجر إلى المدينة. قالوا أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم وشرط كما في الشروط: السمع والطاعة والنشاط والنصرة، فبايعوه على ذلك. ثم بعد ذلك هاجر النبي كما سيأتي معنا بعد هذا الموسم، موسم الحج، بعد هذه البيعة بأيام، هاجر إلى المدينة، سيأتي معنا، سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.